المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإيرانية، وفيها الرئيس السياسي أفورقي يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مساهمة فعالة لمزارع القاشبركة في تحسين حياة السكان. دعوة لتقوية التنسيق للدفع ببرامج التنمية في إقليم شمال البحر الأحمر. خطف أكثر من 100 شخص في هجومين شمال غربي نيجيريا. أفغانستان تحذر باكستان من تبعات خارجة عن السيطرة. ومخاوف أرمينيا من حرب آذارية نهاية الأسبوع. أهلا بكم مشاهدينا. بعث الرئيس السياسي أفورقي رسالة تهنئة إصالة عن نفسه ونيابة عن شعبه وحكومة دولة إريتريا إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية. وقال الرئيس السياسي أفورقي في رسالته إن إعادة انتخابكم لولاية خامسة هي شهادة بارزة على التقدم الذي أحرزته روسيا الاتحادية تحت قيادتكم. وذكر الرئيس السياسي أن هذه المناسبة الميمونة ستتيح للبلدين فرصة لتمتين علاقات التعاون والتفاهم الثنائي الموجودة بالفعل بين البلدين والمساهمة بشكل كبير في المساعي المستمرة التي يبذلها الجنوب العالمي من أجل نظام دولي منصف وتمثيلي وعادل، متمنيا التوفيق ودوام الصحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسلام والازدهار للشعب الروسي. هذا وانتخب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية خامسة بعد فوزه بنسبة 88% من جملة أصوات الناخب الروسي في الانتخابات التي جرت من 15 وحتى 17 من مارس 2024. قال مدير مؤسسة المواشي والقلال فرع المنطقة الشمالية الغربية في إقليم القاشبوركة السيد جبرقال إرنياس أن التنمية الزراعية في المنطقة تساهم بشكل كبير في التحول الاجتماعي والاقتصادي للسكان. وأوضح بأن مشروع كركبة الزراعية والتنمية الزراعية الصناعية في أفنبول ومزارع مولوبير ومزارع مقرايب والخدمات الفنية في ساوا تنشط تحت إشراف المنطقة الشمالية الغربية، وقد أسهمت إلى جانب التنمية الزراعية وإدخال التقنية الزراعية الحديثة أسهمت في إيجاد فرص العمل ومصادر الدخل الاقتصادي للمواطنين ليعيشوا حياة مستقرة. وأشار إلى تشغيل نحو 700 مواطن في مشروعي كركبت وأفنبول وحدهما، مضيفا أن عدد المستفيدين يتزايد مع الموسم ونوع النشاط. وذكر السكان بدورهم عدم وجود حياة مستقرة وخبرات زراعية قبل بدء المشاريع، خاصة مشروعي كركبة وأفنبول الزراعي اللذان حسنا كثيرا من حياتهم المعيشية. دعا مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر لتقوية التنسيق بين جميع الجهات والشعب للدفع ببرامج التنمية. وجاءت الدعوة خلال الاجتماعات التي عقدت في الفترة من 4 إلى 16 من مارس الجاري في مديريات الإقليم لتقييم أنشطة 2023 ومناقشة خطط 2024. حضر الاجتماعات مدراء المديريات وإدارات الضواحي وممثلي الشعب وعمال الخدمة المدنية وغيرهم. وقدمت في الاجتماعات تقارير عن الأعمال المنفذة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية وغيرها ونتائجها على الحياة المعيشية للشعب. وناقشت إعادة تنظيم مجموعات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومساهمة الشعب والموظفين المدنيين في تنمية صندوق أمانة الشهداء وإعانة أسر الشهداء، بالإضافة إلى الدورات التدريبية وأنشطة النفير الشعبية. وذكر بأن العمل سيجري عام 2024 بقوة انطلاقا من الأعمال البناءة المنفذة في العام الماضي. ودعا المشاركون إلى اتخاذ تدابير قائمة على الدراسات للتخفيف من مشكلة مياه الشرب وإيجاد حلول لمشكلة الاتصالات والنقل في المناطق النائية في قلعلو وفرو وأدوبحة، وضمان تأمين خيارات الطاقة البديلة وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء وتفعيل لجنة أصدقاء الشباب.
أعلن قائد شرطة المرور الرائد تخل برهان يوهانس القيام بأنشطة توعية بقوانين المرور العام الماضي بهدف خفض الحوادث المرورية بنسبة 2% في الإقليم الجنوبي. وأوضح في الاجتماعات التنويرية بالقوانين التي حضرها أكثر من 63 ألف من الطلاب والشعب أن غالبية الحوادث ناجمة عن الاستخدام غير السليم للطرق والقيادة بدون رخصة والإهمال، وشرح الحوادث المرورية التي وقعت في الإقليم الجنوبي وخسائرها. وذكر مسؤول التحقيق في الحوادث المرورية السيد باولوس كداني انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 16.5% ووفيات الحوادث بنسبة 34.6% والأضرار في الممتلكات بنسبة 74% مقارنة بعام 2022. وأكد الطلاب أن أنشطة التوعية مهمة للغاية باعتبارهم من مستخدمي الطريق، داعين إلى مواصلتها. نظم مكتب الصحة في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية من 12 وحتى 18 من مارس الجاري في مدينة دباروة في إدارة الوثائق والسجلات. وخط التدريب موضوعات إدارة المستندات ومضمون وأهمية التوثيق وحفظ السجلات وإجراءات مراقبة الوثائق والتقييم والتخلص من الوثائق غير المهمة وإدارة الوثائق الإلكترونية. وقام مسؤول مكتب السجلات في المكتب المركزي لوزارة الصحة السيد ستيفانوس هبت مريم ومسؤول وحدة الميزانية السيد هيلي مريم عند مريم القيام كجزء من التدريب قاما بزيارة تفقدية لمستشفى دباروة ومكتب الصحة في مديرية دباروة. وشكر ممثل المتدربين وزارة الصحة على إتاحة هذه الفرصة. ودعا مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور أمانييل محرت في ختام الدورة التدريبية المتدربين إلى العمل على تحسين نظام التوثيق والسجلات لدوره في صياغة الخطط والسياسات. تقدم عيادة ملابسو في مديرية حلحل خدمات جيدة بعد إدخال خدمات المختبر الطبي. وأوضح مسؤول العيادة الممرض ناصر جمع أن المرضى كانوا يتوجهون إلى حلحل وكرم في السابق لإجراء الفحوصات المخبرية. وذكر ولادة 505 امرأة في العيادة السنة الماضية لإرساء قرى في انتظار الحوامل والأجهزة اللازمة. وأشار إلى القيام بأنشطة التطعيم الناجحة حيث بلغت نسبة تطعيم الأطفال 100%. وتقدم عيادة ملابسو الخدمات لسكان ضواحي رهي وملابسو وإن راكبت. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. خُطف أكثر من 100 شخص في هجومين منفصلين في شمال غرب نيجيريا وقعا بعد أسابيع على خطف أكثر من 250 تلميذا في الولاية ذاتها وفق ما أفاد سكان ومسؤولون لوكالة الصحافة الفرنسية. وخطف مسلحون 87 شخصا في محطة كاجورو وفق ما قال رئيس الحكومة المحلية إبراهيم غاجيري، بينما أفاد مصدر في الأمم المتحدة ومسؤول محلي سابق أن 16 شخص خُطفوا في قرية قريبة. نفذت طائرات السلاح الجوي الباكستانية غارات جوية ضد أهداف للمسلحين في ولايتي بختيا وخوست بأفغانستان مع استمرار تردي العلاقات بين إسلام آباد وكابول في خضم اتصالات رسمية رفيعة المستوى بين البلدين. وأعلن وزير الدفاع الأفغاني أن مقاتلات سلاح الجوي الباكستاني هاجمت مناطق مكتظة بالسكان في ولايتي خوست وبختيا على الحدود مع باكستان، ما أسفر عن مقتل أطفال ونساء أبرياء وفق زعمه. وتأتي الضربات بعد مقتل 6 جنود باكستانيين في هجومين انتحاريين ضد نقطة تفتيش عسكرية بمناطق الحدود الباكستانية الأفغانية. وأتت الضربات الجوية بعد مقتل 7 عسكريين في هجوم بشمال غربي باكستان في إقليم وزيرستان الشمالي قرب الحدود مع أفغانستان. ونسب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري هذا الهجوم إلى إرهابيين متعهدا بالرد عليه. حذر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان من إقدام أذربيجان على شن حرب ضد بلاده بحلول نهاية الأسبوع إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية بشأن القرى الحدودية. ونقلت وكالة التاس الروسية عن باشينيان قوله: إذا رفضت أرمينيا التوصل إلى تسوية مع أذربيجان بشأن القرى الحدودية فإن أذربيجان ستبدأ الحرب نهاية الأسبوع. يأتي ذلك على الرغم من أن الرئيس الآذري إلهام علييف أعلن أن بلاده باتت أقرب من أي وقت مضى إلى إبرام اتفاق سلام مع
مع أرمينيا. وتأتي هذه التطورات بعد مرور نحو 6 أشهر على بسط أذربيجان سيادتها على كامل إقليم ناغورنو قرباخ المتنازع عليه بين الطرفين، والذي شهد حروبا وتوترات في العقود الأخيرة. سببت موجة الحرب الحارة التي ضربت أمريكا الجنوبية بداية العام في ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في ريو دي جانيرو في البرازيل نهاية هذا الأسبوع، وهو ما جعل مصالح البلدية تصدر تعليمات للمواطنين والسياح. وتأتي هذه التحذيرات في ظل الإعلان عن درجة حرارة محسوسة بلغت 62.3 درجة مئوية في حي غوارتيبا قرب ريو، وهو رقم قياسي منذ إطلاق هذا النوع من القياسات في العام 2014. وتضم المنطقة الغربية لمدينة ريو أحياء فقيرة ونائية ولا تتوفر على الكثير من الخدمات، ويعيش أكثر من 40% من سكان هذه المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 6 ملايين نسمة، مع درجة حرارة حقيقية قصوى بلغت 42 درجة مئوية. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. رئيس سياسة تركيا يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مساهمة فعالة لمزارع القاشبركة في تحسين حياة السكان. دعوة لتقوية التنسيق للدفع ببرامج التنمية في إقليم شمال البحر الأحمر. خطف أكثر من 100 شخص في هجومين شمال غرب نيجيريا. أفغانستان تحذر باكستان من تبعات خارجة عن السيطرة. ومخاوف أرمينيا من حرب آذرية نهاية الأسبوع. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.